ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول ما تنوروني ست الكل متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وفعلي الكل. النهارده الفيديو بصوا يعني حاجات بسيطه كده معاكم، يعني فيديو انا مجمعه كده كام حاجه. انا قلت النهارده هعمل معاكم رمان للناس اللي عندها الانيميا. ماشي، الطريقه بتاعت الانيميا هوريها لكم، بس تابعوا معايا خطوه بخطوه. اول حاجه عشان اعرف اعمل عصير لازم مطبخ الاقيه رايق وهادي عشان نفسيتي، مش عشان فيديو ولا عشان حاجه نفسيه. طب بصوا هقول لكم على حاجه، جربي تعملي اكل كده وانت في المطبخ والمطبخ مقلوب، والله العظيم ما تعملي حاجه هتخرجي. لكن لما مطبخك بقى يبقى نضيف كده قشطه. انا عملت معاكم، كنت بعمل مواعين الفيديو عمال يفصل الموبايل، وكنت بعمل معاكم بوتاجاز برضو فصل. هدخله برضو في وسط الرمان كده حتى لو من قطع صغيره. عايزه اقول لكم كنت تعبانه جدا، يوم واحد بس تعبت وجالي نزله معويه. المطبخ كان منظره انتوا هتشوفوه، هنزله وشوفوه عامل ازاي بجد. كنت كارهه نفسي. ما علينا، نطلع طبق كده جميل حلو كده. نطلع طبق زي كده. عايزه سكينه بس خلي بالنا عشان الرمان بيبقى. اروح اجيب البنجر. جبت هنا ابقى 2 بنجر. ماشي، هقول لكم هنعمل ايه. العصير دوت حلو قوي 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 جدا للانيميا. مش عارفه في ايه في التصوير النهارده، مش عارفه الصراحه، والدبان خنقني. بصوا هو المفروض هنقسمها، يعني شوفوا هنا كده من عند ديت اقوم ماسكه كده وكده واقوم فاتحه من النص. تمام، بصوا هنفتحه كده، مش احمر مش كويس يعني، بس اهو كويس. فعشان بيضحكوا هم على الرجاله، انا عشان جوزي كان جايب لي الرمان ده فهم بيعرفوا يضحكوا على الرجاله. باي حاجه عندك تعملي كده، تحطي ايديكي بس تكون ايدك نظيفه وتعملي كده. بصوا استنوا بلاش دبي ولا تخافي. بصي الرمان بيقع وتلفي فيها كده، شايفين ايدي بلفها. ده احسن تفصيص للرمان، بدل تعب وتفصصي ومش عارفه تعملي ايه. خليها بالايدي مش عارفه اتحكم فيها. هي عايزه حاجه قويه شويه، ان دي خفيفه. بصوا خبطوا كده من الجناب اهي. بصوا بدات تعمل، نلفها اهي. حلوه دي، ظبطت معايا. شفتوا؟ بصوا مفيش اسهل من كده، ولا تقشري بقى وتقعدي تطلعي واحده واحده، مفيش الكلام ده. ماشي، عايزين ما تسيبش ولا واحده، حرام ليه نسيب. شايفين؟ والقشره زي ما هي. نعمل واحده كمان. يو نعمل من الجناب كده الاول عشان ايه، تحس ان هي بتفضيها بسرعه. ندوس كده من الجناب. بصوا في واحده نزلت ازاي، حبايه عامله ازاي عادي. نعمل كده نفكها نفصص كده، نشيلها على جنب. مينا النهارده اتاخر عن المدرسه وعنده امتحان. صحينا بقى الساعه كام ميعاد مينا؟ بنصحى 5:30، بس ميعاد مينا يمشي من هنا 6:06 صحيت لقيت انا بفتح الشباك، انا بنام في اوضه الاطفال، فالشباك عندنا بفتح الشباك، فاول ما النور بيشقشق تلاقوا ايه، ما تعرفوش تناموا، تصحوا كده من النور. ماشي، فلقيت ايه النور شقشق، يا لهوي طب ومينا والمدرسه الساعه كام؟ ببص كده، وكمان عشان جوزي برضو كنت تاني اتاخر. بصوا فاتت. فالمهم
راح لقيت قلت له الحقيقة انت ما صحيتنيش بدري يا ماما، حرام عليكي، مش هيرضوا يدخلوني. قلت له روح. رجعوا يدخلوك، رجعوا مرضوش، كلمني وهنزل لهم. ايه اللي حصل يعني؟ راحت عليك نومه وانت عندك امتحانات. ونزل يا عيني، صعب عليه بامانه، نزل مرضاش ياخد السندوتشات بتاعته. يا ابني بعمل السندوتش، لا مش عايز سندوتشات. بس بعد كده بيقول لي جبت سندوتش هناك من المدرسه، يعني انا مش عارفه ازاي بيعملوا في المدرسه السندوتشات دي. بيقول لي جبت سندوتش لانشون بس رميته يا ماما، لقيته بيفتول كده. المصدر عاملين ايه؟ لانشون، جايبين لانشون من الرخيص. ماشي، وادي اهو التاني. ماشي، قلت له لا ما كنتش اشتريت لانشون. بس فكان عنده درس النهارده، حتى طلع من بره وراح يعني جاب سندوتشات. قال لي جبت سندوتش بطاطس طعميه، مش عارفه، قال لي 2 بطاطس، مش عارفه حاجه زي كده. انا عندي الاكل ده احسن ما كان جاب سندوتش الطعميه. سندوتش الطعميه افيد، والفول افيد، احسن من سندوتش بقولك سندوتش السندوتش اللانشون. مش عارفه ليه يا جماعه ما بقتش مركزه، وتقولي بقول حاجات زي طلع في اللايف. شفتوا ما فاتت كنت بقول ايه؟ بنلعب لعبه التخمين. بصوا بقى، عايزه اوريكم دي. بصوا القشره بتاعتها حمرا دم، مش زي دول. بصوا دي من دي بقى، بصوا شايفين حمرا دم. بس فكنت بقول في اللايف ايه بقى؟ اللي هيقول لي اول حرف من البيتزا هصبت الكومنت عندي. وانا دماغي دي مش عارفه اقول لكم عليها، العيال جننوني. ما حبكتش يعني، حد عمال يبعت كل شويه اجي اصور فيديوهات دي الاقي كذا حد يبعت لي. بس كده قفلت التليفون. فبتحسوا ان انا مش مجمعه، مش عارفه ليه. سالت صيدلي قلت له بحس ان انا يعني دكتور واقف يعني هناك في الصيدليه، فبقول له يا دكتور بحس انا بقيت انسى كتير ومش مجمعه في الكلام ليه. فبيقول لي نقصي فيتامينات. هو في فيتامينات تعمل كده؟ لو حد شاطر وفاهم في حاجات زي كده يا ريت يقول لنا. في فزوره بتقول ايه؟ استنى لازم اجيب لكم الفزوره بتاعت الرمان دي. نسيتها. ايه ده انا كنت على طول بقولها لكم في اللايف. مش عارفه ايه، حاجه في البحر غطاسه. حد لو عارف الفزوره دي اكتبها لي عشان انا نسيتها بجد. مش عارفه ايه في البحر غطاسه، من بره لولو ومن جوه مش عارفه. ففعلا هو من جوه لولي. بصوا الحبايه جميله ازاي، واللي حمرا تحفظ البيضه. كده كده احنا هنحط بنجر. انا عايزه افتكر بجد اللي عارف الفزوره دي اكتبها عشان انا متضايقه بجد. ايه الفزوره بتاعت استنوا هنا، دي فيها كام حبايه؟ اللي هي بتاعت الرمان. مش عارفه والله، نسيت، يخرب بيت دماغي. يخرب بيت كده يا لهوي. ده انا على طول كنت بقولها لكم حتى من غير موبايل. حاجه عن الرمان، من جوه لولو من بره نحاس. لا، حاجه في البحر غطاسه من جوه لولو، مش عارفه، نسيت الفزوره بتاعتها بتاعت الرمان. فانا عايزه اقول لكم انا ما بيقول لولو او اللولي زي الرمان. بس فنكمل الموضوع. مينا فراح وصعب عليا بجد. فعملوا ايه بقى في المدرسه؟ مش بيدخلوا الولاد الا بعد الطابور. طب الناس اللي واقفه بره دي، طب دخلوهم جوه الحوش، حطوهم على جنب مش بره. طب افرض حد جه اذاهم ولا حد اتخطفوا، حد اتخطف يعني هنفرح بيكم؟ غصبا عن الواحد لو العيل اتاخر خلاص يعني ما عملش جريمه.
فينا جه مش طايق نفسه ودخل نام احسن، عشان هو بيعمل ايه؟ بصوا بيجي ينام زي دلوقتي. الاول كنت بعمل ايه مع ولادي؟ ما كنتش بنام عيل بالنهار دي ابدا، مهما يحصل ما يناموش بالنهار ابدا. بس بعد كده بقى يناموا. ليه بقى ما كنتش بنامهم بالنهار وهم صغيرين؟ حتى ما يعني حتى لما كبروا انا لسه بس اتعودوا يناموا بالنهار اليومين دول، يعني من 100 سنه كده وادي السنه دي. ليه بقى؟ العين لما يكون منعنس. بصوا اوريكم حاجه، بصوا دي قشرتها بيضه وحمرا من جوه، والله العظيم ده هيجننونا. عشان المفروض القشرة حمرا قوي قوي دي هي اللي بتبقى لا حمرا اهي، ممكن بقى عشان كده ما بنامش عيالي بالنهار عشان ينعسوا بالليل، يجوا بالليل على الساعه 9 كده او 10 يكونوا نايمين واخدين راحتهم في النوم. بس كل واحد يقول لك لا لازم يناموا عشان يشبعوا النوم، يبقوا مرتاحين ساعه كده ساعتين وخليهم يقوموا يكملوا مذاكرتهم. انا عندي مينا بقى ما بنامش ساعه ولا ساعتين. مينا يعني قولي جاي على الساعه 1 وعقبال ما جه وغير وقعد شويه نام على الساعه يعني مثلا 2 ونص، ممكن يوم على الساعه 5. كل ده نوم، انتوا متخيلين؟ فيجي بقى بالليل ينام الساعه كام بقى؟ ينام على الساعه 3 بالليل. طب على ايه؟ طب ما انت عندك ان انت تنام بدري طب ما انت تنام بدري احسن. لا ازاي؟ مينفعش، حرام اللي ينام من بدري ده، انا حاساه حرام على فكره الصحه. وبسببهم انا كمان مش بعرف انام بدري. ان ايه هيجيلي ازاي نوم وانا ابني سهران؟ وحتى مريم التانية بتقوم لي بالعافيه الساعه 11 وبتقوم بالعافيه. فانا عايزه ايه؟ الشتا كده كده هتيجي هتنيهم لوحديهم من غير ما انا اتحايل على حد. البنجر ده انا مش هسلقه، انا بحطه كده. في ناس بتسلقه، لا بيدي طعم مش حلو مع العصير، لكن لما تحطيه كده بيبقى اطعم واحلى. واديك حطيتيه بالفايده بتاعته، بحس ان الميه بتاخد الفايده بتاعته، معرفش انا بحس كده. الناس اللي عندها الانيميا حلو قوي 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 المشروب ده ليهم. وحاجه تانية اللي هو ايه اسمه ايه، العسل الاسود، الكيوي، العسل الاسود، الكيوي، الكريز، ايه تاني؟ تعرفوا اول ما اعرف ان اسمه ايه العصير القصب حلو الانيميا. حياة ربنا اول مره اعرف. مره كنت راكبه تاكسي وجايه ببنتي، كانت لسه صغيره كده في 3 ابتدائي، فكنت مروحه واختي بتطمن عليها وبتقول لي عامله ايه دلوقتي وبقت كويسه؟ قلت لها فبتقول لي مالها ومش مالها. قلت لها الانيميا بس. فمين سامعني؟ سواق التاكسي كان راجل كبير، فقال لي بنتي بعد ما قفلت، فقال لي يا بنتي انا ممكن اقول لك على حاجه؟ انا ماليش انا اتدخل، بس انت زي بنتي وهقول لك على معلومه لوجه الله. فبقول له اتفضل قول لحضرتك انت زي بابا. فراح قال لي يا بنتي شربي بنتك عصير قصب. بقول له عصير قصب؟ طب ازاي يا عمو؟ راح قال لي انا اسمعي مني، عصير قصب، عصير قصب حلو قوي 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 للانيميا. قلت له اول ما اعرف المعلومه دي جديده، انا عارف بنجر، رمان، عسل اسود. قال لي ما العسل الاسود بيجي منين؟ ساعتها بقى قعد بقى يقول لي فايدته قد ايه وقد ايه حلو. فبجد الناس الكبيره دي سواء ستي او جدي، الناس الكبيره دي يعني بركه، الله يرحمهم، طول العمر الناس اللي عايشه. ربنا يخلي اهالينا. مش انا كده خلصت تمام، بس عايزه اشيل الحاجات ديت، عايزه اشيل بس واقطع ده كمان. اشيل القشره ده كده هنا، احطه هنا كده. انا بصوا معاك واحده واحده مش هعمل ستوب خالص. وحتى لما اجي اعمل اروح بس اشطفها.
نقشرها. بصوا بقى البنجر لما تقشروه تروح انت اي بتاع خضار وتيجي تشتروا بنجر اعملوا كده، اول ما تلاقيها حمرا قوي كده اعرفي ان البنجر حلو، لكن التاني بتحسوه لونه ابيض كده مش حلو خالص للامانه. انا الدبانه خنقتني، امشي كده عشان فاتحه الاضاءه. فموضوع الانيميا دوت بيبقى صعب على فكره، محدش يستهون بيه. في ناس كتير قوي بتتعالج من الانيميا وما بترضاش تاخد علاجها وما بتاخدش. على فكره الفاكهه جنب العلاج حلوه قوي 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 قوي، بيجيب نتيجه اسرع، لكن العلاج لوحده ما بيعملش حاجه. صدقيني بجد، حاولي تعملي كده. انا ده عايزه اقول لكم الرمان دوت وحياه ربنا جوزي جايبه بقاله شهر، فقلت هيترمي حرام. نقطعه اربعه كده. بصوا خلي ايدي عامله ازاي. ده في ناس بتعمل منه دلوقتي ماسكات، يعملوا منه ماسكات ومرض الخدود، يعني بقى بصوا على كل حاجه طبيعيه دلوقتي. بس كده، فما تستهونوش بالانيميا على فكره. فانا زي ما بقول لكم بامانه الهرمون ده عندي بقاله شهر، من اول شهر 10 وهو عندي من اول شهر 10. انتوا متخيلين؟ طبعا هنصفيه بس هنضربه جامد قوي قوي كويس، ماشي، عشان عيالك يحبوه. في ناس بقى بتعمل حاجه حلوه قوي، تجيب جيلاتين و بتعمل الخلطه دي وتعمل الجيلاتين وتحط على جنب، وتعمل الجيلاتين تخليه عامل زي الجيريكولا، يبقى ده فيه كميه غذاء مش هقدر اوصفها لكم. اروح بقى لما الدنيا وارمي الحاجات دي كده ونرجع. اديني بقى خلصت نظفت الدنيا وصبنت الحاجه اللي عندي بس عشان ما اطولش عليكم. هنا جبت الطبق التاني وهنا المصفى عشان ايه نصفيها. طبعا المفروض ما كانش يبقى فيه سكر، بس انا لولا عيالي مش هيرضوا يشربوا البتاع دي بسكر، ماشي. فاحنا نجيب معلقه نحط ايه واحده بنجر كده بس مع شويه رمان حلوين كده. بس الصوت ايه، قولوا لي حلو ولا مش حلو؟ الصوت واضح. هاتي واحده بنجر تاني، عايزه اقسمهم على مرتين عشان ايه الشبشب ما يبصش. نحط شويه سكر، هم اصلا شويه صغيرين كده عايزه الشيف تاني. اصلا المفروض ويبقى مفيد تشربوه من غير سكر، بس انا لو حصل ايه عيالي مش هيشربوه من غير سكر. اعذروني بقى معلش والدوشه. نعمله كويس عشان البنجر. بصوا اللون عامل ازاي. اكيد مش هتسمعوني، ده الغبيه بكلمكم والدوشه شغاله. كويس جدا عشان خاطر البنجر. بصوا لون الرمان عامل ازاي. انا بعشق اللي هي الفوم اللي هنا، بعشقه. نطلق هنا كده ونسيبه على جنب كده لحد بقى ايه الحاجه تاني. نحط بقى الكميه كلها
مش هيرضوا يشربوه، عشان لما يعرفوا ان في بنجر مش هيرضوا يشربوه. بس انا مش هقول لهم ان في بنجر، كنت اقول لكم بنجر. حط له شويه ميه، نخلي المعلقه هنا عشان نصفي بيها. بس حطينا سكر؟ لا طبعا، نحط شويه سكر كده. على حسب بقى كل واحد بيحب السكر حلو، معسل، مظبوط. بصوا منظره تحفه. بصوا عامل ازاي، درجات شايفينها. بصوا بقى ده لون عامل ازاي عشان البنجر هنا، عشان بنجر اكتر. نسيت ادوقه. بصوا تحفه صح؟ لسه بقى انتوا ما دقتوش، انا هدوق لكم. تحفه. واحد عايز يشرب له كوبايه، نجيب كوبايه، يمشي كوبايه دي قبل ما اصفيه كمان، عشان خدت اللي على الوش كله. عايز كوبايه؟ اجيب لك كوبايه رمان؟ ها خد. خد يا مين. على فكره حلو من غير ما يتصفى. شاطر. طب شيلها مكانه. بالامانه تحفه. هو بس عايز يتصفى عشان اللي هو البذر بتاع الرمان، بس طعمه خليه على جنب وانت كمان على جنب. عارفه بقى لو كان عندي جيلاتين كنت عملت الجيلاتين اللي انا بقولكوا عليه. بصوا هنصفيه بقى كده كويس. بصوا بقى عامل ازاي. اديني بقى خلاص نظفت الدنيا وصبنت الحاجه اللي عندي بس عشان ما اطولش عليكم. هنا جبت الطبق التاني وهنا المصفى عشان ايه نصفيها. طبعا المفروض ما كانش يبقى فيه سكر، بس انا لولا عيالي مش هيرضوا يشربوا البتاعه دي بسكر. ماشي، فاحنا نجيب معلقه نحط ايه واحده بنجر كده بس مع شويه رمان حلوين كده. بس الصوت ايه، قولوا لي حلو ولا مش حلو، الصوت واضح. هاتي واحده بنجر تاني. عايزه اقسمهم على مرتين عشان ايه الشبشب ما يبصش. نحط شويه سكر، هم اصلا شويه صغيرين كده. عايزه الشكل تاني. اصلا المفروض ويبقى مفيد تشربوه من غير سكر، بس انا لو حصل ايه عيالي مش هيشربوه من غير سكر.
اعذروني بقى معلش والدوشه. نعمله كويس عشان البنجر. بصوا اللون عامل ازاي؟ يا رب تكونوا سامعين. بقول لكم بصوا اللون عامل ازاي؟ اكيد مش هتسمعوني، ده الغبيه بكلمكم والدوشه شغاله. لازم يبقى اعمله كويس جدا عشان خاطر البنجر. بصوا لون الرمان عامل ازاي. انا بعشق اللي هي الفوم اللي هنا، بعشقه. ندلق هنا كده ونسيبه على جنب كده لحد ما يبقى ايه الحاجه تاني. نحط بقى الكميه كلها. انا عيالي مش هيرضوا يشربوه عشان لما يعرفوا ان في بنجر مش هيرضوا يشربوه، بس انا مش هقول لهم ان في بنجر، كنت اقول لكم بنجر. احط له شويه ميه ونخلي المعلقه هنا عشان نصفي بيها. بس حطينا سكر؟ لا طبعا نحط شويه سكر كده. على حسب بقى كل واحد بيحب السكر حلو معسل مظبوط. بصوا منظره تحفه. بصوا عامل ازاي درجات، شايفينها؟ بصوا بقى ده لون عامل ازاي عشان البنجر هنا، عشان بنجر اكتر. نسيت ادوقه. بصوا تحفه صح؟ لسه بقى انتوا ما دقتوش، انا هدوق لكم. تحفه. واحد عايز يشرب له كوبايه، نجيب كوبايه، مش كوبايه دي قبل ما اصفيه كمان عشان خدت اللي على الوش كله. عايز كوبايه؟ اجيب لك كوبايه رمان؟ ها خد. خد يا مين. على فكره حلو من غير ما يتصفى. شاطر. طب شيلها مكانه. بالامانه تحفه. هو بس عايز يتصفى عشان اللي هو البذر بتاع الرمان، بس طعمه خليه على جنب وده كمان على جنب. عارفه بقى لو كان عندي جيلاتين كنت عملت الجيلاتين اللي انا بقولكوا عليه. بصوا هنصفيه بقى كده كويس. بصوا بقى عامل ازاي.
بجد تحفه تحفه بجد. انتوا عارفين انا بعمل حاجه ما عجبتنيش مش هعملها، بس بجد تحفه لدرجه عجب مينا. حتى هنا عجب مينا. بصوا بيبقى كده صافي كده. بصوا انا بقى بحب ده، بس الوحشه البذر. انا بحب الفوم ده طعمه بامانه تحفه. نقلبه كده نقلبه كده ونرجع نشربه عادي. هي بس في حاجات صغيره كده بس بتضايق، مش مشكله، بس طعمه حلو اهي. بصوا تبقى كده. دي البنجر ما رضيتش اقول قدامه عشان كانت عايزه تطحن كويس، ولا عايزه بنجر. بيبصوا لي قرف. طب ما طعمه حلو وشربت منه. جربوا الطريقه دي بامانه 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 تحفه. للناس اللي عندها انيميا عارفين لو كل يوم تشربوا كوبايه تحفه. اشوفكم في فيديو جديد. احلى اطباق في الدنيا. اشوفكم على خير باذن الله.